في دورين في الحياة دي يا جماعة، دورين اتنين ملهمش تالت: العمل والنتيجة. العمل ده دورك، والنتيجة دور ربنا سبحانه وتعالى. يوم ما تشغل دماغك بالنتيجة تبقى بدأت تتدخل في اختصاصات ربنا. السلام عليكم. ما تيجي أحكي لك قصة بحبها. بيقول لك يا سيدي، أيوة سامعك بتقول هو مين اللي بيقول لي ويعرفني منين عشان يقول لي؟ هنبتديها كده؟ طب مش هحكي. كان يا سيدي في أمير من الأمراء بتوع زمان، عنده بنت بيحبها قوي، أميرة برضه، أميرة أمير، حاجة كده زي سميرة سمير وشهيرة شهير. المهم الأميرة الصغنطوطة دي كانت بتحب الأكل جدا، كانت عاوزة تطلع فود بلوجر، فأبوها علشان بيحبها قوي قلب البلد كلها علشان يجيب لها أحسن طباخ يعمل لها كل الأصناف اللي هي بتحبها. وبالفعل لقى طباخ شاطر جدا كل الناس بتشكر فيه، ومن كتر ما هو شاطر كان الطباخ الخصوصي بتاع الملك. فالأمير استأذن الملك يستعير منه الطباخ بتاعه اللي هنسميه من هنا ورايح مثلا عمو شربيني. قال له: يا مولاي أنا عايز أستلف منك عمو شربيني لمدة ساعة كل يوم، يجي يعمل للأميرة بنتي الأكل والحلويات اللي هي بتحبها ويمشي على طول، وأنا هديله قصاد المهمة دي مرتب كويس. الملك وافق، وعمو الشربيني بقى يروح قصر الأمير كل يوم في الميعاد بتاعه بالثانية، ويقف في المطبخ يعمل الأكل. في يوم وهو داخل القصر لقى هرج ومرج والناس مقابلينه بيجروا. قال لهم: خير يا جماعة، في إيه؟ قالوا له: جيش العدو دخل المدينة وقبضوا على الملك وقبضوا على الأمير بتاعك وكل أسرته. قال لهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الحق بقى أروح القصر علشان عندي النهاردة سمك بوري وده بياخد وقت في تنظيفه. الناس قالوا له: إيه يا عم، أنت دماغك فيها حاجة؟ هتطبخ لمين؟ بنقول لك كل اللي في القصر اتقبض عليهم وهيتعدموا. قال لهم: أنا ماليش دعوة، أنا باخد مرتبي من الأمير على الأكل اللي بطبخه مش الأكل اللي بياكلوه، والأمير دافع لي شهر مقدم، وما تعطلونيش بقى لو سمحتوا علشان عايز أخلص الساعة بتاعتي وأروح. ودخل عمو الشربيني القصر وهو ما فيهوش أي حد. أصحاب القصر اتقبض عليهم، هم وكل اللي كانوا شغالين في القصر، وأتاريهم كانوا بيدوروا على كل اللي بيشتغلوا مع الأمير علشان يسجنوهم معاه ويتخلصوا منهم كلهم مرة واحدة. ومسكوهم كلهم فعلا ما عدا عم شربيني، ما كانوش لاقيينه. وفضلوا يدوروا عليه لحد ما واحد ابن حلال قال لهم: شربيني دخل قصر الأمير بعد ما انتوا خرجتوا منه. راحوا له على هناك، افتكروا انه مستخبي ولا حاجة، لقوه واقف في المطبخ بيقلي سمك وبيغني من البحر وبنحبوه على إما بنستنوه، ولا في دماغه. قالوا له: انت شربيني؟ قال لهم: امره. قالوا له: انت مقبوض عليك. قال لهم: حاضر، بس اخلص اللي في ايدي واجي معاكم. قالوا له: تخلص ايه؟ انت بتطبخ لمين اصلا؟ قال لهم: للامير وبنته. قالوا له: يا جدع ما تجنناش، الامير وكل اللي يعرفهم مقبوض عليهم وهيتفنشوا، وانت كمان هتحصلهم علشان نضمن ان محدش من اتباع الملك القديم يعمل علينا مؤامره. قال لهم: انا عينيا الاتنين ليكم، اخلص طبق سلطه الطحين اللي في ايدي وابقى بتاعكم. يا عم الحاج، بنقول لك اللي بتطبخ لهم في السجن، بتعمل الاكل ده لمين؟ قال لهم: مش شغلي، انا شغلي اني اطبخ وبس. الجنود قالوا: ده راجل على الله حكايته ودماغه مسافره ومفيش منه خطر، يعني ما يستاهلش نقبض عليه ونديله زنزانه ونوفر له 3 وجبات يوميا وعسكري يحرسه، سيبوه هو كده كويس. عم شربيني ما كانش مجنون ولا مختل، هو كان بيعمل اللي عليه وبس، وهو ما يعرفش نتيجة ده ايه. كان مؤمن ان النتيجة دي بتاعت ربنا، وعشان كده ربنا هو اللي دبر له الأمر وأنقذ حياته كلها مقابل حاجة بسيطة جدا، إنه يعمل اللي عليه وملوش دعوة بحاجة. واللي منكم شايف إن عم شربيني راجل مش عاقل علشان اتصرف بالطريقة دي، يبقى ما سمعش حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والحديث ده محتاج وقفة طويلة وشوية تأمل. أول جملة في الحديث: إن قامت الساعة. أنت عارف إيه اللي هيحصل لما تقوم الساعة؟ ده هيكون آخر يوم للحياة على كوكب الأرض، العالم كله هينتهي. إيه أقوى حاجة موجودة على كوكب الأرض؟ الجبال، صح؟
ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال عنها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أوتاد يعني هي اللي بتثبت الأرض في مكانها. الجبال دي بقى هيكون مصيرها إيه يوم القيامة؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فما بالك بالأرض نفسها؟ ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو حصل ده وكان في إيدك فسيلة، والفسيلة يا جماعة هي عود الشتلة الصغيرة، شجرة صغيرة مثلا، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. السؤال هنا لسيدنا النبي، لو ينفع يعني نطمع في كرم حضرته ونسأله: هيزرعها ليه يا رسول الله؟ إيه الفايدة؟ عود الشتلة الصغير ده هيشرب منين؟ وهيعيش فين؟ وهيكبر إزاي؟ ومين أصلا هيستفيد منه؟ دي القيامة بتقوم وهنسيب الدنيا كلها بعد لحظات وكل حاجة هتنتهي. أقوم أنا أزرع شجرة؟ طيب، هو عموما أنت مش هتقدر تزرعها لأنك مش هتكون في وعيك أصلا علشان تعمل حاجة زي دي. ربنا قال في اليوم ده: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فأكيد وسط كل الذهول ده محدش هياخد باله من الفسيلة. علشان كده سيدنا النبي قال: إن استطاع. وإن في اللغة العربية تفيد الشك، هو عارف إنه لا يستطيع ومع ذلك أمره يعمل كده علشان يعلمنا درس مهم. مش القيامة قامت والفسيلة في إيدك؟ مش كنت رايح تزرعها؟ اعمل اللي عليك للآخر وازرعها وملكش دعوة بالباقي. وطبق بقى الدرس ده على كل حاجة في حياتك. في دورين في الحياة دي يا جماعة، دورين 2 ملهمش تالت: العمل والنتيجة. العمل ده دورك، والنتيجة دور ربنا سبحانه وتعالى. يوم ما تشغل دماغك بالنتيجة تبقى بدأت تتدخل في اختصاصات ربنا. اعمل شغلك وبس، وتأكد إن أجرك هيوصل لك. إيه الطريقة اللي هيوصل لك بيها أجرك مش مهم يا سيدي، مش بتاعتك. علبة العصير اللي شربتها ما ترميهاش في الشارع، خليها معاك لحد ما يقابلك أول باسكت وارميها فيه. هتقولي: ما كل الناس بترمي الزبالة في الشارع، هي العلبة بتاعت أنا هي اللي هتبوظ النظام البيئي؟ طب إحنا قلنا إيه؟ مالكش دعوة، اعمل اللي عليك وبس. الشركة اللي انت بتشتغل فيها ما بترقيش غير العصافير، ومهما اشتغلت محدش شايفك ولا واخد باله منك، مالكش دعوة، اعمل شغلك وبس. ابنك مش عايز يذاكر ولا عايز يلتزم في الصلاة ولا عايز يبقى كويس، هتعمل ايه يعني؟ ترمي طوبته وتسيبه على هواه؟ لا يا سيدي، كمل دورك معاه للآخر ومالكش دعوة بالنتيجة. الإنسان هيرتاح قوي يا جماعة لما يدرك حدود مسؤوليته ويفهم إنه مش إله، وإن في فوق رب يدبر الأمر من حيث لا نحتسب، وليه تصاريف عجيبة. أحسن لاعب كورة في العالم هو اللي بيلعب من الصفارة للصفارة، مهما كان شايف الماتش صعب والهزيمة مؤكدة هو ملوش دعوة. وياما أهداف اتسجلت في الدقيقة 90 وغيرت مصير المباراة كلها. وأنا هنا مش بتكلم عن ماتشات الكورة وبس، لأ. ابن عطاء الله السكندري قال جملة عظيمة جدا: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. وهقول لك حاجة أخيرة: في الحروب اللي هي أشد الكوارث البشرية بيحصل كتير إن جيوش بتتهزم وتنسحب. عمرك شفت جندي بيتحاكم علشان اتهزم في الحرب؟ عمرك شفت جندي بيتحاكم علشان وقع في الأسر؟ عمرك شفت قائد بيتعاقب علشان خسر معركة؟ لكن كل دول بيتحاسبوا لو خانوا أو هربوا من أرض المعركة، بين قوسين لو ما عملوش اللي عليهم. لكن محدش فيهم بيتحاسب على النتيجة. وانت كمان ربنا مش هيحاسبك على نتيجة أعمالك، لكن هيحاسبك على إنك عملت اللي عليك ولا قصرت. توكل على الرحمن في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجزع يا الساقط الرطب.
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. وكل سنة وانتم طيبين.